هل التصميم أو الشغل الحر مناسب ليك؟ خليني أقول لك الصراحة. في ناس كتير بتسأل أبدأ أشتغل مصمم جرافيك، طب أبدأ أشتغل شغل حر، أتعلم التصميم؟ بس محدش بيقولك الصراحة. المجال ده مش مناسب لكل الناس، بس لو لقيت نفسك فيه هيغير حياتك. هل عندك الصفات دي؟ خليني أسألك كام سؤال. بتحب تلاحظ التفاصيل، الألوان، الحروف؟ بتحب تقعد على الكمبيوتر بالساعات؟ عندك صبر تتعلم وتفشل وتجرب تاني؟ بتحب تشتغل لوحدك وتفكر كتير؟ لو أغلب إجاباتك احتمال كبير تنجح في المجال ده. بس خلي بالك من ده، لو بتزهق بسرعة، بتستعجل النتائج، مستني حد يقولك تعمل ايه، يبقى في تحديات هتقابلك، ودي محتاجة تشتغل على نفسك الأول. التصميم مش بس مهارة، دي مهنة. الموضوع مش بس تعمل حاجة شكلها حلو، لازم تفهم العميل، تفهم السوق، تفكر بيزنس. وده معناه انك هتتعلم طول الوقت، وهتطور من نفسك في مهارات مش التصميم بس، زي التواصل، زي إدارة الوقت، زي تسعير شغلك، زي تسويق نفسك. في آخر الحلقة اسأل نفسك سؤال واحد: أنا مستعد أشتغل على نفسي؟ لو الإجابة يبقى المجال ده ممكن يكون سبب كبير في نجاحك. ولو لسه محتار، تابعني في الحلقات الجاية، هنمشي خطوة بخطوة مع بعض. ابدأ من نفسك والباقي هيجي مع الوقت. سلام.